الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. قال الله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. في هذا اليوم الأليم وفي هذا اليوم الحزين ودعت مديرية النادرة أحد الآباء الأفاضل وأحد الأخوة، أنه الأخ أحمد علي سعد جويبر الذي وفاه الأجل في يومنا هذا. وكانت الجنازة مهيبة، كانت جنازة عظيمة ومهيبة، حضر فيها أبناء المديرية رجالا ونساء وأطفال وشيوخ، وكانت آثار الحزن والمأساة في نفوس من حضر من المشيعين. الأخ أحمد علي سعد جويبر ذلك الرجل الذي لا ينساه أحد، كان طيب القلب وكان حسن السمعة وكان أخلاقه عالية وكانت الابتسامة في وجهه التي لا تفارق. كان متواضعا مع الصغير وكان متواضعا مع الكبير، عاملها الناس وتعامل مع الناس بصدق وحسنية، وكان نعم الأب ونعم الأخ ونعم الصديق. رحمة الله على الأخ والوالد أحمد علي سعد جويبر. الله يرحمه. بهذا المصاب الأليم وبهذا المصاب الجلل لا نقول لأسرتي إلا عظم الله أجركم وأسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ونشكر الأخ فكري الوزلة، هذا الشاب الرائع وهذا الشاب المقدام الذي دائما ما يحضر في جميع المناسبات، في الأفراح وفي العزاء وفي يعني تكريم الطلاب في المدارس في الجامعات في الكليات. شكرا له على تعاونه، شكرا لمن حضر وكتب الله أجر الجميع. حياتنا لك سلام. اللهم ارحمه واغفر له بقدر شوقنا إليه في هذا اليوم. آمين آمين يا رب. والله بقدر شوقنا إليه في هذا اليوم. رحمة الله على أخي من اليوم إلى يوم الدين. الحاج أحمد